اول ما بيهل علينا الصيف بعمل على طول لولادي احلى مهرجان ايس كريم. هتفتكروا انه ايس كريم فراولة؟ لا يا جماعة، ده ايس كريم الكركديه بالنعناع. حاجة كده خيال. كان فاضل عندي شوية كركديه من رمضان، نقعتهم في كوباية مية. بعد ما نقعتهم حوالي ساعتين رحت جايبة حلة، حطيت كوباية سكر وقرطفت كده عود نعناع وهقلبهم كده لغاية ما يتكرملوا. هصفي بقى الكركديه واحط عليه السيرب وهنزل بيه كده على الكركديه. بعد كده هجيب كوباية كريم شانتيه خام، هنزل بيها وهضربهم كده بالمضرب. شايفين السهولة بقى؟ هنا بقى هحط ايه، لون جيلي صحي نقطتين كده عشان خاطر يعزز اللون لو احنا عايزين. لو مش عايزين خلاص هجيب علبة محكمة الغلق هحطه فيها وادخله الفريزر يقعد حوالي 3 4 ساعات، يطلع معايا احلى ايس كريم كركديه ميزز وطعمه خيال. حلو قوي، جربوا ايس كريم الكركديه يا جماعة، هتدمنوه بجد، من احلى الايس كريمات. خطير، لونه يجنن، طعمه يجنن، كريمي وبأعلى مطة واقتصادي جدا. تخيلوا كوباية كركديه عملوا معايا كل كمية الايس كريم دي. يلا دلعي ولادك وفرحيهم زي ما انا فرحت ولادي، واعملي لهم احلى ايس كريم في البيت. يجنن. ما تنسوش تصلوا على الرسول لو وصلتوا لغاية هنا، وما تنسوش كمان تدعموني بلايك وكومنت حلو زيكم. استنوني الفيديو الجاي يكون احلى واحلى. جربوا الايس كريم بسرعة.